ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن الهالوكس فالجس او اعوجاج اصبع القدم الكبير. وعشان نعرف ازاي بتحصل الاصابه دي تعالوا نتعرف الاول على العظام المكونه للقدم. اول حاجه، القدم بتتكون من فخذ القدم، ودي عباره عن 7 عظام غير منتظمه. تاني حاجه، مشط القدم، دول عباره عن 5 عظام رفيعه وطويله، وبتنتهي اخيرا ب5 صوابع. كل صابع فيه 3 سلميات، لكن صابع الاصبع الكبير فيه سلميتين بس. تعالوا نفهم مع بعض ازاي بتحصل الهالوكس فالجس. الهالوكس فالجس بتحصل عن طريق ان السلميه او الميتاتارسال بون بتاعت الاصبع الكبير بتتحود لجوه، والاصبع الكبير نفسه بيتحود لبره. والتشوه ده مش بيجي للناس اللي بتكون حافيه القدمين، بل بيجي اكتر للناس اللي بتلبس جزم مش مريحه ومش مرنه. وطبعا التشوه ده بيكون اكتر في الفيميل اكتر من الميل، ده بسبب مشكله الكعب العالي، وممكن يكون ليها سبب وراثي. العيان هيجي يشتكي من التهاب في المفصل المشطي السلامي الاول او اللي اسمه الفيرست ميتاتارسو فالانجيال جوين، شكلها بيكون بارز لبره ومؤلمه. بعد ما عرفنا المرض تعال نعرف طرق العلاج. في الحالات البسيطه العيان بيلبس جبيره اثناء النوم، ودي بتعالج الألم مش الشكل. كمان بننصح المريض إن هو يستبدل أحذيته بأحذية تانية مرنة، وغالبا دي بتكون أحذية رياضية. كمان لو العيان وزنه زايد أو أوبيز بننصح المريض إن هو يمشي على طريقة غذائية بحيث إنه يقلل بيها وزنه. كمان بننصح المريض إن هو يستشير طبيب علاج طبيعي علاج شكل التشوه للألم الناتج عنه. كمان لو الحالة كانت خطيرة العيان بيلجأ للتدخل الجراحي عشان يعالج شكل التشوه بإصبع القدم. سلام.